دي علبة كانت فاضية عندي وحبيت استفاد بيها واشارك معاكم الفكرة. اول حاجة الجزء اللي تحت ده طبعا ثبته كده بمسدس الشمع، ولو مش متوفر معانا مسدس الشمع ممكن غيره او لزق، مفيش مشكلة خالص. وبعد كده استنيت شوية لما نشف اللزق، وبعد كده ده فوم عندي ممكن استبدله برضو بقماش خيش او قماش طرحة قديمة عندي او بنطلون جينز، اي حاجة عندنا قديمة انا ممكن اغلف بيها طبعا العلبة، مفيش مشكلة خالص. وابتديت اقص الجزء اللي انا احتاجته ده، اللي انا خدت مقاسه، هبدأ اقصه زي ما احنا شايفين كده. الفكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم وهتبقى عملية جدا معاكم. وبعد كده هثبته على الكرتونة بمسدس الشمع. هي الفكرة بس ان انا بستخدم مسدس الشمع لان هو بصراحة بيبقى يعني اسرع في الفكرة تماما، يعني بينشف بسهولة وبسرعة وما يعني ما بحتاجش ان انا افضل مثبتة الحاجة كتير على ما ينشف. هبدأ اثبت كده الاربع نواحي بتاعت الكرتونة زي ما احنا شايفين. وطبعا الجزء الزيادة ده هشيله بالمقص. وبعد كده الجزء اللي فوق ده هبدأ اساوي كده الاجزاء اللي هي جت زيادة، وهرسم الرسمة من فوق. على فكرة دي هتكون علبة مناديل، فطبعا محتاجة ارسم الجزء اللي هو هخرج منه المناديل بعد كده. انا شلت الجزء ده بالكتر، طبعا لو عندنا المقص او اي حاجة تانية مفيش مشكلة خالص بنستخدمها كده تمام. وبعد كده الجزء ده انا حبيت الاول ان انا اشيل بس الجزء اللي انا محتاجاه انه يتشال، بس لما قفلت الغطا حسيت ان هي هتبقى باينة، فكان القرار في الاخر ان انا هشيل الجزء ده بالكامل زي ما احنا شايفين كده. الفكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وطبعا لو عجبتنا ياريت بقى كومنت جميل ولايك وشير عشان اصحابنا برضو يستفادوا بالفكرة. ولو لسه ما اشتركناش في القناة ياريت نشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. بعد كده طبعا الجزء اللي فوق هغلفه بنفس الطريقة، والرسمة اللي انا هخرج منها المناديل هبدأ برضو افرغها بس كده. هبدأ بقى اثبتها بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين كده. كده تعتبر الفكرة خلصت. اللي باقي بالنسبة لي التزيين. انا اخترت الاستراس ده، سهل وبسيط التعامل معاه وكمان رخيص مش غالي، وبيتباع عند بتاع الخردوات او المكتبات الكبيرة برضو بيتباع فيها. هبدأ اخد 4 اجزاء متساويين هزين بيهم العلبة بتاعت المناديل، الغطا بتاعها زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اثبتهم برضو بمسدس الشمع بيدوا شكل حلو، وفي نفس الوقت بيكون بسيط مش مبالغ فيه يعني زي ما احنا شايفين كده. وبنفس الطريقة هبدأ اغلف الجزء اللي هيطلع منه المناديل. يا ريت كمان لو في افكار انتوا حابين ان انا اشاركها معاكم اكتبولي في الكومنتات، وانا باذن الله اعمل لكم فيديوهات
بكل الافكار اللي انتوا محتاجينها. اخر حاجة عملتها ان انا حطيت الفيونكة الجميلة دي، انا كنت عملتها قبل كده في فيديو وبس، وحطيت المناديل. على فكرة الفكرة طلعت عملية جدا وفعلا مفيدة وشكلها شيك، لو اتحطت على اي ترابيزة شكلها في منتهى الشياكة. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فكرة جديدة بإذن الله. باي باي.